اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 2025 جت عليكي وانت لسه ما عملتيش اي حاجه، قربت تكملي ال40 وعديتي ال40 سنه وانت حياتك صفر، ما عملتيش اي حاجه في حياتك، ما عملتيش حاجه ليكي ولا لاولادك ولا لزوجك ولا لنفسك. ليه؟ هتبداي امتى؟ في الفيديو ده هقولك حاجات مشجعه جدا تفيدك ان انت تبداي اي حاجه نفسك فيها، اي حاجه نفسك فيها هتبداي فيها ان شاء الله اول ما تتفرجي على الفيديو ده للاخر. بس نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. ولو اول مره تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك في القناه، وهتلاقي فيديوهات كتير جدا هتعجبك على القناه بتاعتي ديت. انا شغاله فيها بقالي 5 سنين. كان نفسي في حاجات من كام سنة وغيرت أهدافي وبقى نفسي في حاجات تانية، وصلت لكل اللي أنا نفسي فيه ونفسي في حاجات أعلى من كده، عشان الحمد لله بقيت إنسانة ناجحة. الأول الواحد بيكون ما عندوش ثقة في نفسه، بمعنى ما عندوش ثقة في نفسه في كل حاجة. ممكن تقول إن أنت زوجة فاشلة، أم فاشلة، ست بيت فاشلة، أخت فاشلة. فكل الأفكار دي ممكن تيجي في دماغ أي حد. موظفة فاشلة، كل الحاجات دي عادي بتيجي في دماغك. إيه اللي بيخليكي تحققي او بتغيري من نفسك؟ لما تلاقي نفسك نجحتي، وصلتي للهدف، حطيتي حاجه في دماغك ووصلتي للهدف اللي انت فيه. اولا اكتبي اهدافك السنه دي في ورقه، جيبي كشكول او اعملي لنفسك اجنده، قولي انت نفسك في ايه. انا نفسي اتعلم مثلا لو انت ما كملتيش تعليمك، او انا نفسي احفظ قران، او انا نفسي اربي اولادي تربيه صالحه. تربيه الاولاد لوحديها تربيه صالحه حطي تحتيها 3-4 خطوط، صعبه جدا. ولو انت عشتي كأم وست بيت بس وهدفك تربيه اولادك تربيه صالحه، ده هدف كبير جدا، بجد هدف كبير جدا. اشتغل عليه، اشتغل عليه واشتغل على نفسك. فانت اولا جيبي كشكول واكتبي اهدافك. اول حاجه اهدافك مع الله عز وجل. ربنا مش هيبارك لك في اي حاجه في حياتك وانت مش بتصلي، ربنا مش هيبارك لك في اي حاجه وانت بعيده عن القران. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يبقى ربنا اول حاجه علاقتك بالله عز وجل، الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه. اللي مش بيصلي كتابه مقفول ما بيتفتحش. ربنا يهدينا ويهديكم يا رب العالمين. الصلاه، الاستغفار ده انا عامله لكم فيديو على الاستغفار قوي جدا، هيغير حياتك من الصفر للمليون. يبقى الصلاه والاستغفار والدعاء والقرب من الله عز وجل. هتلاقي عيالك اللي مش شيطانين وعمالين يتنططوا حواليكي دول ربنا هداهم بسبب ان انت بقيتي تصلي. خلي اولادك يصلوا، خلي اولادك من سن 5 سنين يصلوا، يجي جنبك ويصلوا حتى لو بيصلوا غلط. مع الوقت هيتعودوا على ان هم يصلوا، ما يسيبوش فرض، ومع الوقت هيتعلموا. يبقى اول حاجه جيبي كشكول، اكتبي اهدافك مع الله عز وجل. القرب من الله، قراءة صفحتين في اليوم، حفظ ايتين في اليوم. الحمد لله من الناس اللي ربنا اتم عليهم بحفظ كتابه العزيز. وناس كتير قوي سالتني انت حفظتيه ازاي. كنت كل حاجه دلوقتي طبعا من انشغالات الدنيا محتاجه مراجعه والكلام ده كله، بس كل حاجه كنت بعملها بالقران. واقفه بطبخ بالقران، رايحه الشغل بالقران، رايحه ادرس بالقران، رايحه مشوار بالقران. كل حاجه بروق ذكر في القران في بقي، بغسل مواعين القران في بقي، بعمل طبخ. طبعا انت واحده عايزه تلمي 30 جزء، فدي من نعم ربنا عليا الحمد لله. فانت حطي هدف قدامك، يبقى علاقتك مع ربنا، الاستغفار، الصلاه، ذكر الله، قراءه صفحتين في اليوم، حفظ ان شاء الله كل يوم ايه. يعني انت لو حفظت كل يوم آية، تشوف القرآن كام آية هتخلصيه في قد ايه. تمام؟ كل يوم آية اجيبها وانا بصلي، اجيب آيتين وانا بصلي. كل ما تصلي برضو صلي باللي انت بتحفظيه، راجع جزء صغير كده. هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى اول حاجه اهدافي عشان اغير من نفسي علاقتي بالله عز وجل، والدعاء ان ربنا يبارك لي في كل حاجه. تاني حاجه علاقتي مع نفسي، لازم انا ابقى عندي ثقه في نفسي، لازم انا اهتم بنفسي، اهتم بنظافتي الشخصيه، اهتم بمظهري، ما يكونش مبهدله في نفسي واقول لحد تاني لا اهتم بنفسه. يعني ما اقصرش في حق نفسي. يعني حتى كل اللي تحاولي تعمليه مع انشغالات الحياه، لو انت مثلا مهمله في بشرتك، لا جيبي مرطبات وحطي مرطبات. لو انت مهمله بلبسك، حاولي لبسك على قد، مش هقولك اشتري حاجات جديده، حاولي تطوري من نفسك على قد الامكانيات اللي معاكي. يبقى اهتم الاول بعلاقتي بالله، اهتم بعلاقتي مع نفسي، ابقى صادقه مع نفسي، احاول اطور من نفسي. يا جماعه دلوقتي في اليوتيوب مش سايب اي حاجه، في فيديوهات وفي قنوات معموله مخصوص. الكتب المقروءه، اسمع الكتب المقروءه ديت حلوه جدا للثقه بالنفس. طوري من نفسك، طوري في نفسك بقى في التعليم، في الثقافه، في القران، في الناحيه الدينيه. طوري من نفسك واهتمي بنفسك. تالت حاجه علاقتك مع اللي حواليك. خلي علاقتك مع اللي حواليك كويسه. الناس اللي بيأذوكي
بيأذوكي ابعدي عنهم على قدر المستطاع، ولا تردي الاساءة بالاساءة. تمام؟ انت لو رديتي الاساءة بالاساءة انت نفسيتك هتتعب، هتقولي انت بقيتي وحشة زيهم، انت بقيتي شبههم. لا، ما ترديش الاساءة بالاساءة. فانت الناس اللي حواليك الوحشة حاولي تتجنبيهم، صباح الخير صباح النور بس. تمام؟ الناس اللي بيجيبولك احباط ما تقعديش معاهم، يعني اللي بيدوكي طاقة سلبية وبيدوكي احباط ما تقعديش معاهم خالص. يبقى طوري من نفسك، علاقتك مع الاخرين، خلي علاقتك باولادك حلوه، صاحبي اولادك، خلي علاقتك بزوجك حلوه. حتى لو جوزك مقصر معاكي برضه اعمل لكم فيديو ازاي تتعاملي مع جوزك، شوفي الايجابيات اللي في جوزك او تعاملي معاه كويس بما يرضي الله حتى لو هو شخص وحش. احنا عايزين نوصل لمرحله ان انت نفسيتك تبقى كويسه، ما تكونيش تعبانه نفسيا. لا، بصي للناس اللي حواليكي ايجابيه، قدرتي تتعاملي وتعطي، تتعاملي معاهم وتنزلي تقعدي معاهم وتروحي لهم وتوديهم في المناسبات، تروحي لقيتي ان انت لما بتروحي معاهم بتروحي تقعدي مع الناس اهلك وحبايبك يعني بيؤذوكي، مش بيحسوا بيكي، بيقلوا منك، بيقولوا لك كلام يضايقك، لا هنا ستوب بقى، انا اقعد في بيتي احسن عشان نفسيتي ما تتعبش. اتعامل مع كل اللي حواليا بحدود، لساني ده امسكه بمعنى اصح، ما اقولش حاجه عن بيتي وعن اولادي، وما اقولش اي حاجه عن اسراري. اتكلمي في الموضوعات العامه، اتكلمي في الحاجات، اتكلمي عن التوفير، اتكلمي عن اللي بيحصل من الناحيه الاقتصاديه، اتكلمي عن الاخبار، ما تتكلميش في حياتك مع اي حد حتى اقرب الناس ليه. يبقى انت عشان تطوري من نفسك، تحسني علاقتك بالله، حسني علاقتك مع نفسك، حسني علاقتك كل ده مع بعض. انت حاولي توازني الامور، حسني علاقتك في عيلتك واخواتك، اديهم لله وما تستنيش مقابل. لو انت اديتي واستنيتي مقابل لقيت المقابل ما جاش هتلاقي نفسك تعبي. اعملي اي حاجه معاهم اعملي لوجه الله، ما تستنيش مقابل. اكتبي اهدافك في الكراسه، انا نفسي الحمد لله ان كل حاجه نفسي فيها ربنا حققها لي الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. انا كان نفسي اكون مدرسه لغه عربيه، ومن وانا صغيره كنت بكتب على الحيطه كده اهوت لغه ايه مدرسه لغه عربيه، عشان كنت بحب مدرسه العربي جدا جدا، ابله خدوجه ربنا يمسيها بالخير. لو هي عايشه والله يرحمها، لو ربنا افتكرها، دي من الناس الحلوه جدا 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 اللي حببتني في اللغه العربيه. كان نفسي ابقى مدرسه عربي، الحمد لله بقيت مدرسه عربي. كان نفسي اتجوز واكون اسره واعمل عيله، الحمد لله ربنا كرمني. كان نفسي احفظ القران، ربنا اداني حفظ القران وحفظته الحمد لله. ختمت القران على سنه يعني على مرتين، 6 سنين في يعني حفظته الاول في 6 سنين، بعد كده حفظته تاني اعاده حفظ تاني في 3 سنين. بعد كده الحمد لله دي بقت اهدافي. بعد كده اتمنيت ان اشتغل وابقى يوتيوبر. بقالي 5 سنين الحمد لله، اخيرا القناه بيكم ومعاكم ان شاء الله بقى عليها نسبه مشاهدات على الاول حلوه جدا جدا جدا. يا رب يديم نعمه في حياتي ويديمكم نعمه في حياتي. وحاولوا تساعدوني باللايك لو انتوا لغايه دلوقتي بتتفرجوا عليا، وترفعوا لي القناه ان شاء الله. اللايك بيرفع الفيديو يا جماعه، الناس تانية تتفرج عليه، والتعليق مهم. لما تعملي لايك وتعليق الفيديو بيوصل لناس تانية، تعمل لايك وتعليق فالفيديو يترفع، وانتوا كده هتفيدوني زي ما انا بحاول افيدكم واقدم لكم النصايح اللي عندي. بعد كده الحمد لله حاولت بقى، انا عندي اولادي كبروا شويه، والناحيه الماديه بصراحه لو انتوا عارفين قصتي ان حصلت عندي مشكله ماديا لما جوزي تعب، اضطريت انزل اشتغل تاني. فبقى ليا هدف تاني ان انا جنب شغل اليوتيوب انا مدرسه لغه عربيه، فربنا اداني علم وانعم عليا بعلم وحافظه كتابه العزيز، فالمفروض العلم دوت اديه لناس تانية واعلم اولاد التانية حتى لو بحاجه رمزيه، حتى لو بنزل المدرسه بس ما بديش دروس. فالحمد لله بقى عندي التدريس، وبقى عندي الحمد لله ان اربي اولاد تربيه صالحه واعمل لهم حاجه من مستقبلهم من الناحيه الماديه برضو. وبقى عندي كمان شغل اليوتيوب. فالحمد لله نعمة ان انا في حياتي في شغل، ان انا حياتي مشغوله، ان انا حياتي فيها حاجات اعملها، مش قاعده فاضيه. الواحد لما بيكون قاعد فاضي مش لاقي حاجه يعملها بيفكر اعمل ايه، اسوي ايه، دي فلانه اتكلمت عليا، ده يجوزي من الشغل اقول له مثلا لا روح اتخانقي مع اختك، روح اتخانقي مع امك، روح اعمل معرفش فاضيه. فالحاجه التافهه بكبرها. لا، احمدوا ربنا ان في حياتكم في شغل، دي بجد احمدوا ربنا في حياتكم في شغل، في رزق، في حاجه بتصحي من النوم ان انت تتوكلي على الله. انا ببقى مبسوطه جدا جدا وانا في الشغل، ببقى مبسوطه جدا وانا في وسط اولاد، ببقى مبسوطه جدا لما برفع فيديو وانتوا تتفرجوا عليه وتستفيدوا مني. فانت اعملي في حياتك هدف، اكتبي هدفك على الحيطه، اكتبي هدفك في كشكول. انا كاتبه
اوريكم الحيطه نفسي اولادي يبقوا ايه، كتبت لهم اهدافهم على الحيطه. نفسي ابني اشوفه دكتور، نفسي ابني صغير اشوفه ضابط، نفسي مثلا اللي بيتنطط كده ويتعفرط في البيت نفسي اشوفه مهندس. حاجات نفسي اولادي يعني يشوفهم احلى حاجه في الدنيا. طبعا اي حد بيبقى شايف نفسه اولاده يبقوا احسن منه. فدلوقتي انا حققت ان كل اللي نفسي فيه، بفكر لاولادي، بديهم كل الحاجات اللي انا اتعلمتها. احنا ممكن نكون اهالينا اثروا فينا ان هم ربنا وعلمونا كل حاجه، بس من ناحيه الثقافه ما علموناش ازاي مثلا نوفر، ما علموناش مثلا ازاي يكون عندك طموح، ما علموناش ازاي يكون عندك ثقه في النفس. فانا بحاول اعلم اولادي الحاجات دي. علمي نفسك انت كمان الحاجات دي، ما تستسلميش وابدأي مشروعك، ابدأي اللي انت نفسك فيه. عايزه تفتحي قناه يوتيوب افتحي، عايزه تشتغلي تفصلي، عايزه تشتغلي اي حاجه نفسك فيها ابدأي. انا بعمل لكم الفيديو ده عشان اقول لكم يا جماعه ابدأي شغلك. هتبدأي امتى؟ ابدأي شغلك وان شاء الله ربنا معاكي. وانا قلت لك الفيديو ده كتحفيز، كل اللي نفسك فيه هتعمليه. حتى ولو نفسك تحفظي قرآن هتحفظي، نفسك تكوني تتعلمي اللغه الانجليزيه مثلا هتتعلمي. ابدأي شغلك من دلوقتي. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ومتنسوش اخر الفيديو تدعولي دعوه حلوه لزوج اولادي بصالح الحال. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.